وفاة الوالد والوالدة في شهر واحد. ده مش شهر، ده اسبوع. اسبوع يعني طبعا الله يرحمه. شعور كابتن محمود ابو الدهب بعد فقدان الاب والام. يعني عايز اقول لك على حاجه، انت يعني عمري ما نسيتهم. هم طبعا ما يتعظموش على اللي خلقهم طبعا. عايز اقول لك على حاجه والله يا تامر، بامانه ربنا انا حسيت ان الحياه وقفت. يعني انت عارف انت بتفقد اغلى اتنين عندك في حياتك. يعني بص، مفيش حد بياخد مكان حد طبعا. يعني لحد النهارده لحد ما كنت بنام او اروح البيت كان بيطمنوا عليا، انت عامل ايه، طب انت فين، طب انت رايح فين. انا فاقد ده كله طبعا. كفايه ان انت بتفتقد لحد بيدعي لك. يعني انت بعد كل يعني مش عايز، يعني انت كفايه ان انت مثلا بتبقى عايز تقول لحد ادعي لي ان انت رايح تعمل حاجه، او يعني معلش مش عارف اتكلم. لا يا كابتن، لا يا كابتن، يعني لا يا كابتن، ده شعور طبيعي جدا. طبعا. عايز اقول لحضرتك ان كل الرياضيين في الفتره دي الناس كلها كانت قلبها مع كابتن محمود ابو الدهب. يعني الحمد لله الموقف طبعا صعب جدا طبعا وموقف الحمد لله. يمكن كابتن فعلا حضرتك غالي علينا يا كابتن طبعا والله. لا يا حبيبي، لا عارف انت ده اغلى حاجه في حياتي. طبعا طبعا يعني وفعلا انا يعني ابويا ده ما اعرفش ان فعلا انا كنت بحبه كده. يعني الام دي ما حدش طبعا لكن انا فعلا فقدت اغلى حاجه في حياتي لان حسيت ان الدنيا وقفت. صحيح. او مش عايز حاجه تاني من الدنيا. صحيح. فبحمد ربنا، انا بدعي لهم هم في حته احسن من طبعا. اللي احنا فيها. فالحمد لله على كل شيء، واتمنى لهم ربنا يرزقهم